Hello حبايبي الحلوين grade 6. Are you ready to our lesson today؟ يلا يا أبطال نكمل مع بعض النهاردة lesson 4. طبعا لو ما اتفرجتش على part 1 ارجع واتفرج عليه علشان تفهم كويس جدا ال digestive system. احنا الليسون المرة اللي فاتت كنا اتكلمنا عن الدايجستيف سيستم و digestion process واتكلمنا ازاي البروسيس دي بتحصل in details بالتفصيل و how get energy how get nutrients from the food وكمان how get rid of wastes from the body. ازاي بنقدر ان احنا نخرج الويستس زي الستول والفيسز بره جسم الانسان. النهارده بنتكلم مع بعض على السيستم جديد اسمه excretory system. excretory system هو جهاز الإخراج اللي it's the system that collects waste materials produced from cells and removes these waste materials from the body. يعني هو الجهاز المسؤول عنه هو يجمع الفضلات اللي موجودة في الجسم واللي بتكون ناتجة من السيلز. يبقى تاني excretory system it's the system that collects waste materials produced from cells الناتجة من السيل and removes these wastes وبتكون الاكسكريتوري سيستم مسؤول ان هو يجمع الويستس دي ويلا بقى يطردها بره جسم الانسان. طيب طبعا احنا عارفين كل سيستم بيكون ليه بروسيس. يعني اخدنا الدايجستيف سيستم ليه digestion process، اخدنا الريسبيراتوري سيستم ليه respiration process. هنا بقى عندي الاكسكريتوري سيستم ليه بروسيس برضو اسمها excretion process، يعني عملية الإخراج. فبيقول لي it's the process through which the body get rid of waste materials produced from cells. يبقى it's the process through which the body get rid of waste materials produced from cells. هي العملية اللي الجسم فيها بيتخلص من الفضلات وبيطردها بره، وطبعا الفضلات دي بتبقى ناتجة من السيل. خد بالك احنا اتكلمنا قبل كده وقلنا ان السيل دي بتاخد الفود وبتاخد الاكسجين وبتاخد الووتر وتاكل وتتنفس وتهيس وبعدين تعمل بريديوس للويستس اللي هي الفضلات. اهي دي بقى الفضلات اللي بتكلم عنها وبقول ان الجسم هيبدأ يتخلص منها. الفضلات اللي ناتجة من السيل دي هي دي اللي الاكسكريتوري سيستم هيشتغل عليها وهيجمعها من كل السيلز عشان يطردها بره جسم الإنسان. تمام؟ بس جاي وينبه عليك بطريقة مهمة جدا ويقول ايه؟ بيقول لك خد بالك الدايجستيف سيستم ده doesn't share in excretion process، يعني الجهاز الهضمي لا يشارك في عملية الإخراج. لا ثواني بس، ازاي يا ميس احنا بنعمل الفيسز والستول دي ويستس. ايوه استنى بس معايا، احنا قلنا الجهاز الاخراج ده بيعمل ايه؟ remove ايه؟ wastes produce from cells. يعني الاكسكريتوري سيستم مسؤول عن اخراج الفضلات اللي جمعها اللي ناتجه من السيل. لكن في الدايجستيف سيستم هل الفيسز دي هي اخراج او هي فضلات طلعت من جوه السيل؟ لا، دي فضلات الجهاز الهضمي شايف ان هو مش عايزها. دي ويستس ماتيريالز طلعت من وسط الاكل، احنا مش عايزين الحبة دول طلعهم بره. الدايجستيف سيستم هضم عمل دايجست للفود ولقى دي ويستس راح رماها بره الجسم من خلال الفيسز اللي هي الستول ده.
لكن انا هنا دلوقتي لما بكلمك عن الاكسكريشن بروسيس، ايه هي الاكسكريشن بروسيس؟ هي فضلات خرجت من جوه السيل اكلت وشربت وهاصت وعملت كل الحاجات الحلوه بتاعتها وطلعت فضلات. الفضلات اللي طلعت دي في سيستم هيجمعها وهيطردها بره الجسم. ومين السيستم ده؟ اسمه الاكسكريتوري سيستم. فالدايجستيف سيستم مش بيشارك في الاكسكريشن بروسيس. ليه؟ الاكسكريشن بروسيس دي مسؤولة عن تجميع الفضلات اللي خارجة من السيل، والدايجستيف سيستم الفضلات اللي طالعة منه ما هيش طالعة من السيل، ما هيش اكسكريشن، اخراج من سيل. خلاص؟ although it is helps the body to get rid of feces، ولكن بصراحة برضو ما نقدرش ننكر ان الدايجستيف سيستم بيخلصنا من الويستس اللي بتكون موجودة في الأكل واحنا مش عايزينها. خلاص. وطبعا الفيسس ده لو فضل موجود جوه جسم الإنسان طبعا ممكن يموت. تخيل معايا كده الجسم الإنسان يفضل فيه الفضلات، هيموت. زي البيت بتاعك كده لما تفضل فيه الويستس، تفضل كيسة الويستس دي، الباسكت بتاعك يفضل موجود في البيت ما يخرجش من البيت. ينفع يعمل بقى انسكتس، حشرات ودبان وامراض وريحه وحشه قوي. فطبعا ما ينفعش برضه جسم الانسان يبقى موجود جواه الفيزز اللي هو البراز ده او الفضلات. فبيقول لي طب لو ايه يعني ليه ما بتعاملوش مع الفيسز ده ان هو ده كده اكسكريشن او جزء من الاكسكريشن بروسيس؟ قال لي feces doesn't pass through any membrane to leave the body. احنا اتفقنا مع بعض ان الويستس اللي احنا بنتكلم عنها دي نعتبر ان دي السيل اللي طالع من السيل. الويستس اللي طالعه من السيل دي هي دي كده لما بنجمعها هي دي الاكسكريشن بروسيس. لكن الفيسز هل هي حاجه خارجه من ويست طالعه من السيل والاكسكريشن بروسيس دي جمعتها عشان تبدا تطلعها بره الجسم؟ لا، الفيسز دي هي فضلات من ضمن الاكل. يعني انا اكلت في حاجات بقى ايه ويستس مش عايزاها، إيه الياف في الاكل دي مش عايزينها، عايزين نطلعها، فهتطلع من خلال ايه؟ ان اللارج انتستين وبعدين الريكتوم وبعدين الانس. خلاص. لكن الفيسز دي هي ما عدتش اصلا على ممبرين، ما طلعتش من جوه السيل. خلاص. فبالتالي هي ايه؟ مش من ضمن الايه الاكسكريشن بروسيس. الفيسز دي مش من جزء من الاكسكريشن بروسيس. قال لي كمان feces is found due to the undigested food، ان الفيسز ده عبارة عن غذاء غير مهضوم. خلاص. كمان point number 2 قال لي if your body didn't get rid of waste you would get sick. لو جسم الإنسان فضل محتفظ بالفضلات وما خرجهاش طبعا الإنسان ده هيعيا وفي الآخر هينتهي بيه الأمر إن هو will die، هيموت. طيب بس انت قلتيلي إن الدايجستيف سيستم ده not part of the excretory system، not part of the excretion process. طيب ماشي، امال مين بقى اللي part من الاكسكريشن بروسيس؟ قال لك يا سيدي عندي اهو what are the body parts responsible for excretion process. خلاص بقى، ايه هي البارتس الاجزاء المسؤولة عن الاكسكريشن بروسيس in the human body؟ يلا بينا قول لي بقى. نمبر 1 السكن، نمبر 2 respiratory system، نمبر 3 urinary system وهو الجهاز البولي، وده هندرسه بالتفصيل النهارده مستعجلش. يبقى عندي skin، respiratory system، urinary system، دول كده 3 parts اللي responsible for excretion process in the human body. طيب تعالى نتكلم عن أول واحد ونفهم. skin when you sweat waste leaves the body through pores in your skin. يعني حضرتك لما بتعمل extra work وبتبدأ تبقى بتعمل مجهود وتعرق وتبقى تعبان كده ومجهد، تبدأ تعرق في شوية مية كده تلاقيهم موجودين على جبينك كده، صح ولا لا؟ تحس ان انت حرقان وحران، صح ولا لا؟ يبقى when you sweat
waste leaves the body through pores in your skin. يعني الفضلات هتخرج من جسمك من خلال البوز، الثقوب اللي موجودة في جلدك. عشان كده قلنا ان السكين ده جزء من الاكسكراتوري سيستم او من الاكسكريشن بروسيس. كمان قلنا ان الريسبيراتوري سيستم اللي هو الجهاز التنفسي، ان الريسبيراتوري سيستم بيبقى بيحصل ايه، ان تو لانجز بتاخد من during الانهيليشن الاكسجين، بعدين الاكسجين ده distribute in all the cells to all the cells، بيبدأ يتوزع على كل السيلز تاخد الاكسجين، وبعدين get rid of كربون دايوكسيد، صح؟ وبعدين يبدأ يتجمع الكربون دايوكسيد ده ويروح طالع during الاكسهيليشن يبقى السيل اخدت الاكسجين وطلعت الكربون دايوكسيد، يبقى الكربون دايوكسيد ده ويستس من الاكسكريشن ولا لا؟ صح. يبقى الريسبيراتوري سيستم هو بارت من الاكسكريشن بروسيس، عشان الويستس اللي بتطلع من الريسبيراتوري سيستم دي بتبقى طالعه من جوه السيل. فبيقول لي when you exhale carbon dioxide leaves the body as a waste material through your lungs. Excretion. Exhale carbon dioxide get rid of body. خلاص عشان يطلع بره الجسم. طب ليه بنطلعه؟ علشان هو ويستس، ولو فضل موجود جوه الانسان هيموت. طيب عندي كمان اليورينري سيستم وهو الجهاز البولي. ده جهاز بقى أول مرة حضرتك تسمع عنه. إيه بقى موضوع اليورينري سيستم؟ قالك urinary system consists of 2 kidneys, bladder, ureters, urethra. حاول تنطقهم معايا عشان تعرف تنطق السبيلنج، وبعدين هوريك مكان كل واحدة فيهم وهنتكلم عنها بالتفصيل. يبقى تاني 2 kidneys bladder ureters urethra. فين بقى البارتس دي او فين الاورجنز دي؟ قالك بص يا سيدي، اللي قدامك ده كده، اللي قدامك بالظبط ده كده يعتبر هو اليورينري سيستم. احنا طبعا عارفين ان each system consists of organs، فانا عندي اهو اليورينري سيستم consists of 2 kidneys. شايف اللي انا بعلم عليها دي؟ دول اسمهم ايه؟ 2 kidneys. وبعدين عندي حاجة كمان قلنا عليها اسمها ureters. شايف اللي انا بعلم عليهم دول اسمهم ايه بقى؟ 2 ureters. خلاص. طب فين البلادر يا ميس؟ شايف الكيسة الكبيرة دي؟ هي دي اسمها ايه؟ bladder. اسمها ايه؟ bladder. و الاند اوف الاوبننج دي اسمها ايه؟ اسمها urethra. يبقى انا عندي urinary system consists of 2 kidneys, 2 ureters. خلاص. و 1 bladder او بنقول عليها urinary bladder. وعندي النهاية خالص، الاوبننج، النهاية الأخيرة دي اسمها urethra. اوكي. يبقى خلاص 2 kidneys 2 ureters و bladder و urethra، دول البارتس of urinary system.
بيتفق معاك ويقول لك ان اليورينري سيستم consist of kidneys. طبعا اول حاجه two kidneys دول اللي the two kidneys contain a very big number of microscopic filters. بيقول لي ان التو كيدنيز دول او الكدني الواحده كمان بتكون بتحتوي على نمبر كبير قوي من حاجه اسمها microscopic filters. هي millions of microscopic filters، عدد كبير جدا من الفلاتر اللي بتكون موجوده جوه الكدني. يبقى the two kidneys contain a very big number of microscopic filters. تعرف الفلتر اللي عندنا في البيت، الفلتر اللي احنا بنستخدمه ده فلتر بيفلتر لنا المية، لكن انا عندي التو كيدنيز اللي موجودة في جسمنا دي بتفلتر لنا الدم. اللي the two kidneys contain a very big number of microscopic filters. اسمها ايه بقى الميكروسكوبيك فلترز دي؟ اسمها نفرونز. اسمها ايه؟ نفرونز. واحنا سميناها مايكروسكوبيك فلترز علشان هي حاجات مش بتتشاف بالعين. الميكروسكوبيك فلترز دي محتاجة الميكروسكوب عشان نعرف نشوفها، مش can't seen with our naked eyes. يبقى the two kidneys contain a very big number of microscopic filters known as nephrons. الميكروسكوبيك فلتر اللي موجودة هنا جوه الكدني اللي احنا مش بنشوفها بعينينا دي اسمها ايه؟ اسمها النفرونز. طب لما احنا بنشوفها ما بنشوفهاش بعينينا، امال بنشوفها بايه؟ by using microscope. يبقى اسمه ايه الميكروسكوبيك فلتر ده؟ اسمه ايه؟ اسمه نفرونز. نفرونز، وعددهم كبير جدا في الكدنيز. خلاص، يقول لي the two kidneys clean and filter the blood up to 300 times a day. واو، بيقول لي ان الكدنيز بتوعنا دول، التو كدنيز دول بيفلتروا الدم، بينضفوا الدم حوالي 300 مرة في اليوم الواحد. يعني خلال اليوم الواحد دمي بيتفلتر 300 مرة. سبحان الله. وكل ده ليه؟ علشان دمي دايما يكون نظيف. يبقى the two kidneys clean and filter the blood up to 300 times ايه a day. 300 مرة بيتفلتر في اليوم الواحد. يبقى دمي بيتفلتر 300 مرة في اليوم الواحد من خلال التو كيدنيز. خلاص. جه الدور بقى اللي نسأل نفسنا ازاي البلاد ده هيوصل للتو كيدنيز علشان يحصل له الفلتريشن زي ما احنا بنحكي الحدوته الصغيره دي. فبيقول لي بص كده، احنا عندنا حاجه اسمها large artery. large artery يعني شريان كبير، وزي ما انت شايف انه هو اتفرع علشان يدخل كل برانش منه في كدني من الاتنين. يبقى عندي البلاد دخل جوه موجود كده هنا في اللارج ارتري، ومن اللارج ارتري بدأ يتفرع لتفرعات صغيرة وتايني بلاد فيزلز علشان يبدأ كل برانش يدخل منه في النفرونز. مش احنا عارفين ان جوه الكدني بيكون في حاجة اسمها مايكروسكوبيك فلترز، صح؟ وقلنا الميكروسكوبيك فلترز دي حاجات صغيرة خالص مش بتتشاف بالعين، بنحتاج نستخدم الميكروسكوب عشان نشوفها، ودي اللي سميناها النفرونز. فطبعا النفرونز دي هي الفلتر بتاع اللي جوه الكدني اللي بيفلتر الدم. فلازم الارتري لارج ارتري الكبير ده لما يوصل الدم لازم يتفرع لتفرعات صغيرة جدا، شعيرات دموية صغيرة جدا عشان تدخل جوه النفرون، ويبدأ النفرون ده يفلتر البلاد ده ويشيل منه الويستس، الفضلات اللي هتكون موجودة فيه. فهو فعلا بيقول لي a large artery brings blood to each kidney. large artery brings blood to each kidney.
يعني اللارج ارتري ده بيحمل الدم عشان يوصله للتو كيدنيز، وبعدين برانشد اللي هي اللارج ارتري ده هيحصل له ان هو برانشد، هيبدأ يتقسم يتفرع لتايني بلاد فيزلز، وبعد كده tiny blood vessels branched off and passes through each nephron. زي ما حكيت لك بالظبط ان اللارج ارتري ده هيتفرع لتفرعات اصغر شويه، هي التايني بلاد فيزلز، والتايني بلاد فيزلز دي هتدخل جوه ان كل نفرون عشان يبدا ان هو ايه يحصل الفلتريشن للبلاد that filters the blood and removes the harmful substance from the ايه from the body. يبقى التايني بلاد فيزلز دي هتدخل جوه كل نفرون علشان النفرون يعمل فلتريشن للبلاد ويريموف الهارمفول ايه سبستانس، يشيل المواد الضاره من ايه من البلاد. اوكي طيب بعد ما النفرون اللي جوه الكدني عمل فلتريشن للبلاد هيحصل ايه؟ قال لي خلاص كده ميس البلاد بقى نضيف، بقى مفهوش ويستس، فهيروح طالع راجع تاني من خلال الفينز. طب والفضلات يا ميس راحت فين؟ إيه هل الكدني اكلت الفضلات يعني، ولا النفرون دي اكلت الفضلات؟ هقول لك لا، هو انت عندك الفلتر ماما، لا يعني الفلتر عندها في المطبخ، الفلتر ده بياكل الفضلات؟ لا، هو بيبدا يجمعها ويحوشها، وبعدين ماما تبدا تنضفه وتشيل السفنجه اللي بتبقى فيه دي وتحطها او تبدلها. هنا بقى احنا مش هينفع نبدلها، فالنفرون فلترت واخدت الفضلات دي، اخدت الفضلات دي هتعمل فيها ايه؟ هتروح واخده الويستس دي وتروح تقول لها ايه، يلا بقى يلا يلا امشي امشي امشي، ويروح منزلها في اليوريترز، ومن اليوريترز اليوريتر تتجمع في اليورينري بلادر، وبعد ما يتجمع في اليورينري بلادر تخرج من الايه اليوريثرا. خلاص فالبلاد دخل اتفلتر طلع بيور، طلع نضيف كلين. طب والويستس اللي سابها جوه دي هتروح فين؟ هتطلع هي كمان بس هتمشي من مسار مختلف اسمه ايه اليوريتر، واليوريتر هيوصل لمين؟ لليورينري بلادر، واليورينري بلادر هتعمل ايه؟ هتعمل ستور كده شويه وبعدين تخرج خالص بره جسم الانسان من خلال اليوريثرا. اوكي يبقى اهو قلنا ان النفرون هتعمل فلتر للبلاد وفعلا عملت الفلتريشن. بعد ما يحصل الفلتريشن الويست ماتيريالز دي هتتشال من خلال مين؟ التو يوريترز. على فكره الكلام اللي انا بقوله ان النفرونز الموجوده في الكدني دي بتعمل فلتريشن للبلاد، فالكلام ده ينطبق على التو كدنيز مش كدني واحده، الاثنين هم بيعملوا نفس الكلام. فبيقول لي ذات ايه اليوريترز دول، اليوريترز دول هم زي الحبلين دول هيعملوا ايه؟ زي كاري يورين from the kidneys to the bladder. طبعا هتيجي تقول لي ميس مين اليورين ده؟ هقول لك حضرتك انت المفروض كنت تسأل ايه هي الفضلات اللي هتطلع من الكدني. الفضلات اللي هتكون موجودة او الكدني او النفرون هتفلترها من الدم، الويستس دي هتبقى 3 حاجات، هتبقى يوريا و other waste materials and water. تبقى يوريا و other waste materials and water. الثري ماتيريالز دول لما بيندمجوا مع بعض بيدوني حاجة اسمها يورين. يبقى تاني ايه هي الويستس اللي هتبدأ النفرون تفلتر منها الدم، تفلترها من الدم؟ قال لي اليوريا والأذر ويست ماتيريالز اند ووتر، الثري ماتيريالز دول. طب دول ميكس كده مع بعض، يعني مع بعض كده يدوني ايه؟ يدونا حاجة اسمها يورين. اللي احنا بالعربي بنقول عليه البول. خلاص طيب بيقول لي طب ميس هي ايه اليوريا دي؟ قال لي يوريا one of the most important waste materials removed by the kidney is called the urea. اليوريا دي بقى which is formed due to the breakdown of proteins inside the body cells. يعني بيقول لي انت حضرتك لما بتاكل بروتين، تاكل ميت، تاكل تشيكن، تاكل فيش، تاكل اي حاجة فيها بروتين، يعني البروتين ده لما بيتكسر جوه جسم الانسان بيبقى فيه نسبة فضلات بتخرج من الموضوع ده. الفضلات دي الويست دي اسمها ايه؟ اسمها يوريا.
خلاص. يبقى انت المفروض هتيجي تسأل نفسك ميس هي ايه اليوريا دي وبتيجي منين؟ نتيجة ايه؟ break down of proteins inside the body cells. خلاص. يبقى لما يقول لي اليوريا دي جت منين هقوله ان هي نتيجة تكسير البروتين جوه خلايا جسم الانسان. اتفقنا؟ يبقى تاني الويستس دي ايه هي الويستس اللي اتفلترت من خلال الكدني؟ هي 3 حاجات: اليوريا والووتر والاذر ويست ماتيريالز. other waste materials. طيب ال 3 components دول ولا ال 3 wastes دي مع بعض كده نقول عليهم ايه؟ نقول عليهم urine. خلاص. urea other waste materials and water become urine. خلاص. طيب يبقى نرجع تاني نشوف اليورين دي بعد ما اتكونت في التو كيدنيز هيحصل ايه؟ هتبقى عايزة تمشي، عايزة تتنقل، تطلع بره جسم الانسان. مين اللي هيساعدها؟ التو يوريترز. ولو مش فاكر مين التو يوريترز هفكرك اهو، ده كده اليوريتر وده يوريتر التاني. يبقى احنا عندنا كام يوريتر؟ عندنا 2 يوريترز. خلاص. طيب يبقى the narrow tube او نقول 2 slender tubes اللي هما ال 2 يوريترز دول، ده الوصف بتاعهم ان هما انبوبتين رفيعين يعني. they carry urine from kidneys to the bladder. هو اليورين هنا. خلاص. واليوريتر ده هياخد اليورين من عند الكدني يوديها لمين؟ يوديها للبلادر. هو ده دوره. هو عامل زي ايه؟ كاري، بس هو مجرد بينقل بس، كتر خيره يعني. طب ويا ترى البلادر دي بقى دورها ايه او وظيفتها ايه؟ بتعمل ايه؟ يقول لي the bladder stores the urine, then it is removed from the bladder through another tube called urethra. يبقى تاني انا عندي البلادر دي هي مكان بيحصل فيها بيحصل فيها تخزين لليورين. خلاص. وبعد ما بيحصل ستور لليورين جوه هنا في البلادر، خلاص بقى اتملت خالص باليورين، فحان الوقت ان احنا ندخل نعمل بيبي. وساعتها البيبي ده بيخرج منين؟ من اليوريثرا. الاوبننج دي اسمها يوريثرا. يبقى قلنا 2 kidneys 2 ureters bladder ويوريثرا. خلاص. شفنا ان النفرون هي اللي بتعمل فلتريشن للبلد وبتشيل الويستس من ايه؟ من البلد. صح. ولقينا كمان ان بعد ما الويستس دي استخلصت من خلال النفرونز بتبدأ تطلعها وتطردها من خلال ينقلها لها مين؟ اليوريترز. واليوريترز يستور لليورين دي بشكل مؤقت في البلادر، وبعد كده البلادر تتصرف وتطلع اليورين ده من خلال اليوريثرا. زي ما انت شايف عندك هنا البيكتشرز دي بتوريك مكان الكدنيز، عشان طبعا ده سؤال جماهيري بالنسبة لكم. انتم مش عارفين التو كيدنيز دول موجودين فين، فهم بيكونوا موجودين في الظهر زي ما انتم شايفين كده حوالين الباك بون بتاعنا. هنا كده الصورة دي بتوريك الصورة لما يكون الإنسان ده عتيق ظهره، لكن الصورة دي بتوريك لما تبقى إنسان عتيق جنبه كده واقف بجنبه. التو كيدنيز بيكون بالمنظر ده. خلاص. برضو هنا الصورة دي بتوضح لك التو كيدنيز. طبعا الكدني انهي شكل من الاتنين؟ هو الجزء الشكل ده كده من الخارج، لكن كده لما احنا زي ما تقول قطعناها كده بالطول علشان انت تشوف المنظر الداخلي عامل ازاي. اوعى تكون فاكر ان هما التراينجل ده هو ده كده النفرون. لا طبعا النفرون قلنا ان احنا بيبقى مليونز اوف نفرونز موجودة في الكدني، فعددهم بيكون كتير جدا، والنفرون دي بتكون موجودة جوه التراينجلز دي. خلاص. نفرونز قلنا ان احنا مش بنشوفها غير بالميكروسكوب، حتى لو انت شفت لها صورة فهي الصورة دي ايه؟ من الميكروسكوب او هي مرسومة او هكذا. خلاص. اتفقنا مع بعض ان البلد ريتش تو ذا تو كيدنيز من خلال لارج ارتري. شايف اللي انا علمت عليه بالجرين ده؟ هو ده كده اللارج ارتري. واللارج ارتري بيبدا يتفرع تفرعات صغيره لتايني بلاد فيزلز عشان توصل
الويستس اللي موجوده في البلاد دي للنفرونز. يروح النفرون عمل فلتريشن للبلاد ويبدا ياخد الويستس دي ويرميها في اليوريتر. اوكي، يبقى اللارج ارتري شال ودى البلاد المش نضيف للكدنيز علشان يحصل لها فلتريشن. فلتر الدم زي الفل، عاش يا وحش، رجع الدم دلوقتي كده في الفين وهو نضيف وجميل وزي الفل. طب والويستس هتروح فين؟ هل الكدني هتاكلها مثلا؟ قالك لا، الويستس دي اللي هي تبقى اليوريا والاذر ويست ماتيريالز والووتر اللي احنا قلنا عليهم ميكس مع بعض اسمهم يورين. اليورين دي هتطلع تمشي تروح تطلع نازله فين؟ في اليوريتر، ومن اليوريتر توصل للبلادر، ومن البلادر تخرج فين؟ في من اليوريثرا، طبعا تخرج بره جسم الانسان خالص. برضو هنا بنوريك المنظر للتو كيدنيز. هنا بيوريني البلاد فيزلز والتايني بلاد فيزلز وهي متوزعه وداخله جوه النيفرونز او متوصله بكل جزء في الكدني عشان طبعا يحصل الفلتريشن للدم. طبعا الدم بيوصل قلنا من خلال لارج ارتري، بيبدا يوزع الدم جوه الكدني عشان يحصل له الفلتريشن، وبعدين الدم يطلع تاني زي الباشا نضيف، والويستس تقع هنا في اليوريتر زي ما اتفقنا. زي ما انت شايف كده الفضلات اللي هي الايه الكور دي ريبريزنت از يعني يورين دي كده، يعني ايه بتعبر لي كأن هي دي اليورين يعني، وماشيه نازله فين؟ نازله في اليوريتر، وطبعا بتتجمع زي ما اتفقنا في في البلادر وبعدين تطلع من اليوريثرا. اوكي، اهو هنا برضو بيوريني ان البلاد بيوصل من اللارج ارتري وبيبدأ ينتشر في كل اجزاء الكدني، بعدين بعد ما تنضف وتفلتر يبدأ يرجع تاني من خلال الفين. طب والويستس راحت فين؟ الويستس بتبدأ تنزل في اليوريتر، من اليوريتر للبلادر، ومن البلادر تخرج خالص من اليوريثرا. ميس ايه الصورة دي؟ حضرتك الصورة دي كده بتعبر عن النفرون اللي انت مش بتشوفه بعينيك، ان احنا قلنا عليه مايكروسكوبيك فلتر. النفرون اللي هو ده زي ما انت شايف كده، ده جزء من النفرون بيبدأ يدخل جواه الايه البلاد. زي ما انت شايف جوه كده في كور زي كور صغيره كده لونها احمر لو انت مميزها. الكور دي تدل على البلاد داخل جوه كده التيوب اللي هي الحمراء دي، وبيبدا يمشي جواها. بيحصل ان بيستخلص من البلاد ده الويستس اللي هي مين؟ الكور الزرقاء والصفراء دي بتدل على الويستس اللي احنا قلنا عليها اليورين، اللي كانت ميكس من الووتر والاذر ويست ماتيريالز وكمان اليوريا. خلاص، يبقى يوريا اذر ويست ماتيريالز والووتر الثلاثه دول مع بعض كانوا قلنا عليهم ان هو اسمهم اليورين. فانت شايف الكره الصغيره اللي هي خالص دي مين؟ دي اللي هي الويستس الفضلات. لكن الدم زي ما انت شايف فضل بقى نضيف كده، بدا يتفلتر وبدا يتنضف. واخد بالك ان الويستس كانت موجوده حوالين هنا البلاد، بعدين اتجمعت راحت فين؟ بص هنا، عشان طبعا تروح توصل لمين؟ لليوريتر، ومن اليوريتر بقى يشوف سكته يروح للبلادر، ومن البلادر يطلع من اليوريثرا. خلاص، يبقى البلاد يا جماعه بيكون حجمه طبعا كبير. هنشوف دلوقتي وهنقول الكلام ده كويس، ان البلاد والبروتينز بيكون very large size، حجمهم بيكون كبير عشان ان هم ما يقدروش يعدوا من النفرون، هم ما يقدروش يدخلوا في النفرون، ما يقدروش يدخلوا في الفلتر، في الميكروسكوبيك فلتر ده، عشان طبعا حجم البلاد وحجم البروتين بيكون حجمهم كبير قوي. فاللي بيقدر يعدي من خلال النفرون هي الفضلات عشان حجمها بيكون صغير. حتى لو بصيت وركزت كده هتلاقي ان البلاد الدم، يعني بص هنا كده هتلاقي ان كور البلاد اللي هي موجوده هنا دي هتلاقيها حجمها باين ان هي كبيره، لكن حجم الويستس اللي احنا عاملينها وبنرمز ليها باليالو والبلو دي حجمها باين عليها فعلا ان هي صغيره. خلاص، طيب تعالى بقى نرجع نقول الكلام ده. احنا عندنا مفروض كنت تسأل نفسك، هو احنا ليه لما بنيجي نعمل بيبي ما بيخرجش معانا شويه دم؟ مش المفروض ان المسار بتاع البيبي ده بدأ منين؟ احنا عندنا الكدنيز، ومن الكدني لليوريتر، من اليوريتر للبلادر، ومن البلادر اليوريثرا. فكان بديهي ان التو كدنيز دول بيفلتروا الدم. طب ليه الدم ما بينزلش وبيوصل للبيبي؟ ليه البيبي ما بيكونش فيه بلاد؟ حاجة غريبة صح؟ لا مش غريبة ولا حاجة، هو كل الموضوع ان انت عندك البلاد ده، البلاد
cells and proteins are too large. يعني خلايا الدم والبروتين كبيرة قوي، علشان كده مش بتعرف تدخل فيه النفرون. النفرون بيكون صغير. يبقى blood cells and proteins are too large to pass through the filter. او ايه الفلتر ده؟ اللي هو النفرون. مش احنا قلنا ان النفرون ده اسمه مايكروسكوبيك فلتر؟ صح، مايكروسكوبيك فلتر. فهو صغير خالص الفلتر ده، فمش هيعرف يعدي منه الحاجات الكبيرة، هيعدي منه بس الحاجات الصغيرة. يبقى البلاد سيلز والبروتينز دي كبيرة قوي. بس انا ما قلتش لارج، انا قلت تو لارج، كبيرة قوي. وبالتالي البلاد ده مش هيعرف يعدي من النفرون، ولا هيعرف البروتين كمان يعدي من النفرون عشان هما كبار قوي. عامله زي ماما مثلا كده عندها مصفى، المصفى دي مثلا بتصفي بيها الطماطم، بتصفي بيها العصير، اي حاجه. هتلاقي ان العصير يعدي، لكن الطفل اللي موجود في العصير ده هيفضل موجود فوق، متعلق فوق. طب ليه الطفل فضل فوق؟ عشان حجمه كبير بالنسبه للمصفى. فهنا نفس الكلام، انا المصفى بتاعتي مين هنا جوه جسمي؟ هي النفرون اللي هي الميكروسكوبيك فلتر. وطبعا البلاد سيلز والبروتينز حجمهم كبير قوي، فتعلقوا وما دخلوش جوه المصفى اللي هي النفرون. خلاص. عشان كده طبعا البيبي بتاعنا ما بيبقاش موجود فيه خالص دم في الطبيعي. خلاص. they stay in the body. وبالتالي الدم ده هيفضل موجود في جسمي. طبعا هيعدي يوصل للفين، وطبعا يبدأ يتوزع على الجسم او يرجع للهارت. بس المهم ان الويست دي احنا قدرنا نستخلصها من غير ما ناخد معانا دم. كل الفكرة ان النفرون بيكون صغير قوي، فبالتالي مش بيعدي بس غير الفضلات الويستس اللي احنا قلنا عليها اليورين. لكن بالنسبة للبلاد سيلز والبروتينز لا 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 لا، دول حجمهم كبير، فالنفرون ما بيعديهمش وبيرجعوا تاني للجسم، او بيفضلوا موجودين في الجسم، ما بيخرجوش من خلال اليوريثرا. خلاص. بيقول لي ان الانسان يعمل البيبي ده، فبنقول معناها اليورينيشن اللي هي عملية التبول. Urination is the process of expelling urine from the body. يعني بيقول لي اليورينيشن دي هي عملية اخراج البول من جسم الانسان طبعا. خلاص. urination اسمها ايه؟ urination. اوكي. طبعا احنا كده نكون فهمنا كويس جدا جزء اليورينري سيستم. انا اتكلمت معاك بالتفصيل جدا في جزء اليورينري سيستم ده، علشان طبعا سيستم جديد عليك ويمكن تقيل شوية بالنسبة لكم، فانا اتكلمت عنه بالراحة وبهدوء اهو. يا ريت نسمع الفيديو كويس قوي، ولو في اي كومنت ليك او انت مش فاهم اي حاجة اكتبها لي في الكومنتس، او ابعت لي على الواتساب، وانا معاك في اي وقت يا كتكوت يا صغير. واشوفك على خير في الفيديو الجاي، وباي باي.